السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل بيتو فور. نشوف مقاديرنا كده. كيلو دقيق، اي دقيق انت عايزاه، كيس بيكنج باودر، فانيليا، 3/4 كوب نشا، معلقتين كبار هرميين لبن بودرة، ولو مش عايزة لبن بودرة او ما عندكيش مفيش ادنى مشكلة، كوب ونص سكر، وان حبيتي تزودي مفيش مشكلة يبقى كوبايتين. تمام. 5 بيضات، بس هاخد منهم الصفار بس، وهنشوف دلوقتي. كيلو الدقيق عليه كيلو زبدة، عايزة سمنة ماشي، عايزة زبدة على سمنة ماشي. طب انا ما عنديش الميزان، كيلو الدقيق كيلو الزبدة او كيلو السمنة او الاتنين على بعض بما يعادل 3 كوبايات ونص، بس بقى زودي شوية. تمام. ادي الكيلو اهو، انا عندي الميزان طبعا، فيعني الحمد لله مساعدني. انا زمان ما كانش عندي الميزان فكنت بعاير بالايه، بالكوبايات. تمام. في نقطة صغيرة بس، بعد ما نخلص العجن والكلام ده كله، لو لقيتي، وده مش هيحصل يعني ان شاء الله، لو لقيتي ان العجينة معاكي ناشفة شوية، معلقتين لبن عادي هيطريهم. تمام. نشوف يا حبايبي، قبل ما ابتدي اي مكونات يا حبايبي هعلمكم ازاي تفصلوا الصفار عن البياض. بصوا معايا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بس خلي ايدك بالراحه، وانت بتيجي تكسري البيضه هتقومي مميلها كده اهو، عشان كل محتويات البيضه تبقى ايه جوه. شايفين اهو؟ انا ما فصلتهمش. بالراحه انقل الصفاره اهو، بص البياض اهو. بالراحه تاني انقل الصفار جوه هنا اهو اهو، ما خليش بياض اهو. انا عايزه الصفار مش عايزه البياض. تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. تاني المره التانية، وانت بتكسر البيضه ميلها على الجنب ده بقى عشان كل المحتويات تخش جوه وما تسقطش مني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بالراحه كده بتنقلي الصفار جوه الجنب التاني اهو، ونميل دي كده نخليها تنزل اهو. البياض نزل اهو اهو، شايفين اهو. واخد الصفار. طيب مخدتش البياض ليه؟ اولا البياض بينشف البيتوفور، لو عايزه البيتوفور بتاعك ناعم بنستخدم الصفار بس. مره تالته بعد كده انتوا هتبقوا تكملوا اهو. ما اجي اكسرها اميلها اهو، ادخل كل المحتويات في الجنب ده اهو. حط ايدك تحت البيض عشان تبقى مصفى، واميل دي كده سقط البياض. ادخل تاني، هرجع تاني. بصوا اهو، بصوا اهو، شايفين البياض؟ ارجع تاني لغايه ما احس ان ايه ما عادش فيه بياض، اقوم واخده الصفار ونقلاه. طيب هل البياض ده يترمى؟ لا ما ترميش. هترمي ليه؟ خد البياض بالليل كده وفقشي عليهم بيضتين واضربيهم وتبقى وجبه عشاء، لان احنا اخر يوم رمضان، او وجبه فطار زي ما انت عايزه. نرجع تاني يا حبايبي. اول حاجه يا حبايبي هحط الزبده. انا عامله شويه زبده على سمنه ماشي. طبعا ما يشرطش اي نوع من السمنه وما يشرطش اي نوع من الزبده، اعملي بالامكانيات اللي انت عايزاها وفرحي نفسك. لو بناتنا الحلوين تفرحي نفسك وباباك ومامتك، زوجات فرحي نفسك واولادك وبيتك، وما تشتريش حاجه. احنا مش صغيرين، احنا كلنا بنتعلم من بعض. هنعمل ايه يا حبايبي؟ دلوقتي انا حطيت الزبده على السمنه، هقوم حاطه السكر اهو. تمام. طبعا انت لو ما عندكيش عجان اشتغلي بكفة ايدك، حطها في طشت وبايدك، شايفه كلوه ايدك دي، وبايدك افضلي ادعكي 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 لغايه ما تبقى بيضه زي الكريمه. بس طبعا انا قلت لكم انا ايدي تعبانه وعامله فيها عمليه،
فيعني الموضوع مش احسن حاجة. تمام، هنضرب بقى ده كويس جدا وارجع لكم تاني. حبايبي الحلوين، الناس اللي بتستخدم العجان لازم توقفي العجان شوية وتجيبي اللي من تحت لفوق عشان يبتدي يتجانس ايه مع بعضه. طبعا انا لسه مكملة، لسه ما خلصتش، لان لازم الخليط يتجانس ويبقى زي الكريمة البيضة. ماشي يا حبايبي الحلوين، احنا خلاص. بصوا كده منظر العجينة بيضة اهي. شفتوا العجينة ازاي بقت بيضة بعد الضرب؟ دي البيضة اهوت. هحط اهو. طبعا قبل ما حطيته عملت ايه؟ لميت العجين من تحت لفوق في العجان. تمام اهو. قبل ما اضرب احط كيس الفانيليا اهو عشان الزفارة بتاعت البيض. خلاص، ونضرب ونرجع لكم تاني. حبايبي هنحط بقى الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبركة سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. اللبن البودرة انا قلت لك مش لازم. تمام، 3/4 نشا بيخليه ناعم وجميل. كيس البيكنج باودر. تمام، انت لو عايزه اللي مش ناعم قوي وعايزاه يقطم معاكي ممكن تحطي، احنا حطينا 5 صفار بيضات وشلنا البياض. لو عايزاه يقرمش معاكي شويه حطي 3 بيضات، 3 صفار وبيضتين كاملين بالبياض بتاعهم، ما تفصلهمش، يبقى مقرمش معاكي. عايزاه ناعم بقى اعملي زي ما انا بقول لك كده. اضرب بقى حبايبي. طبعا الناس اللي عندها عجان لما تيجي تضربي على الهادي في الاول عشان ما يعفرش الدنيا، وبعد كده زودي السرعه. اخلص وارجع لكم حبايبي. حبايبي الحلوين، احنا خلصنا ولمينا العجينه. حبيت اوريكي حاجه بس عشان ما تتصدميش لو انت لوحدك. شايفه العجينه عامله ازاي؟ ايه ده؟ انت ممكن تتخدع وتقولي ده سايبه خالص او ما احط دقيق. اوعي، مقاديرك مظبوطه. هتعملي ايه؟ لازم العجينه دي تتدخل في التلاجة وترتاح شويه قيمه نص ساعه. تغطي عليها بكيسه وتحطها في التلاجة قيمه نص ساعه ترتاح والعجين ياخد ويدي مع بعضه. هتطلعيها هتلاقيها متماسكه معاكي ومش زي دي خالص. ماشي حبايبي حلوين. دي العجينه بتاعت البيتفور اهي مسكت ازاي. طبعا وانت بتطلعي انا عندي القمع ده هشتغل بيه. انا اللي عندك مكنه ماشي، ما عندكيش مكنه او الظروف مش سامحه اعملي بالقمع. تمام. طبعا بتدهني، جهزي جميع صوانيك ودهنيها على يعني اكبر عدد من الصواني، لان البيتفور بالذات الوحيد اللي ما بياخدش سوا. مجرد ما الفرن يحمى مش هتحلقي عليه. بدل ما تعطلي فرنك وصوانيكي تعملي كده. بصوا معايا ادي اهو. اقوم ضغطه عليه. بصوا معايا، اقرب راس ده من الصينيه اهي اهو. شايفينها؟ كمان مره. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك بقى قمع اللي هو بتاع الحلويات وعايزه تشتغلي بيه ماشي. عندك مكنه البيتفور ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تعملي ورده خليكي ضغطه كده هتعمل معاكي ورده. اعملي بقى الاشكال اللي انت عايزاها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. هي الصواني بتدهن مره واحده بس وبعد كده بتشتغل عادي. اكمل حبايبي الحلوين. ملحوظه اخيره، لان طبعا انا ايدي شغاله من سنين فبعرف الحلول اللي بعملها. لو لقيتي العجينه مملمقه معاكي كده اوعي تزوديها دقيق. امال اعمل ايه؟ بصي يا ستي، طبق فيه دقيق او نشا وتقومي حاطه ايدك كده اهو اهو، اسمها تبديره الايد. واقوم جايبه كده اهي اهي، واقوم حطاها جوه القمع او جوه المكنه. طيب وانا بضغط افرض هي هتملمق معايا. بص معايا، شايفه صابع اللي بضغط بيه ده اهو كده اهو.
واقوم بصوا معايا بقى في الصينيه دي اهو بصبعي واضغط كده واقوم مدخله العجينه اهو. طيب كل ما تحس ان العجينه هتبقى طريه معاكي بسرعه تقومي انت عامله بالدقيق مبدره صبعك كده ومنفضاه دقيق او نشا وتقومي عامله اهو. خلاص لما تيجي تشيلي حته العجينه اللي هنا تاني ابدر ايدي بشويه الدقيق اهو واقوم واخده حته على قد القمع او على قد المكنه يا حبايبي. خلاص واقوم مدخلاها هنا واضغط. كل ما الاقي صبعي هيلم عجينه اعمله بالدقيق واقوم ايه ضغطه. طيب انا طبعا عامله البيتفور ده ناعم. طب انتوا عايزينه يبتدوا يقطم معاكم، احنا عاملين 5 بيضات. لو انت عايزاه مقرمش مش هتقدري تتحكمي في العجينه دي اعملي ال4 بيضات بالبياض بتاعهم وبيضه ال5 صفار بس كفايه كده. ما تعمليش الصفار اللي انا عاملاه وفصلاه عن الزرار الابيض لو انت مش هتقدري تتحكمي في العجينه الناعمه دي. تمام يا حبايب قلبي؟ عايزه تعملي على نفس المقدار بتاعي صفار بس والعجينه معاكي مملمقه اهو شويه دقيق او نشا جنبك وتبدري ايدك وتاخدي العجينه اهو تكوريها كده اهو وتحطها في القمع او تحطها في المكن. خلاص ماشي حبايبي اكمل بقى. حبايبي الحلوين كل سنه وانتم طيبين. خلصنا البيتفور طبعا لسه بنخبز فيه. هبعيد تاني لبناتنا اللي اول مره هيعملوا بيتفور. انا بحب البيتفور ناعم جدا جدا فبالتالي المقادير اللي انا اديتها في اول الفيديو دي للبيتفور بص ما بيتحملش قطمه كده زي الكحكايه. طيب انت مش هتقدري تتحكمي في موضوع البيتفور الناعم ده خلاص يا حبيبه قلبي مقاديرك زي ما هي بس البيض احنا عاملين 5 بيضات زي ما انا قلت لكم قبل كده 4 بيضات بالبياض بالصفار بتاعهم وبيضه واحده صفار بس. على فكره في ناس بيحطوا 6 بيضات ما فيهاش ادنى مشكله. انا بس بحب اعرفكم الكيلو دقيق من 5 بيضات ل6 بيضات. طب امتى بنحط ال6 بيضات؟ لو البيض ما هوش احمر اللي هو البيض البلدي فبتحط 6 بيضات، لكن البيض الاحمر اللي هو في السوق ده كفايه 5 بيضات. خلاص يا حبايب قلبي اخر معلومه اوعي تشيلي البيتفور من الصواني الا لما يبرد خالص سيبيه براحته وبعد كده رصيه. كل سنه وانتم طيبين. ادعوا لي بالشفاء ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويا رب تشتركوا في القناه والشير والكومنت. باي باي يا حبايبي.